برشلونة وريال مدريد بحالة قلق واضح، فأتلتيكو مدريد عم يتجهز لتقديم واحدة من أقوى النسخ في تاريخ النادي، فتعالوا أعطيكم أفضل تشكيل لأتلتيكو مدريد بالموسم القادم بحراسة المرمى أكيد يعني أوبلاك. شوفوا التطور المرعب اللي فعله أتلتيكو مدريد في مركز قلب الدفاع، حيث تعاقدوا مع دافيد هانكو اللي كان قريب أصلا من الانتقال لنادي النصر، وبجانبه البرتغالي ريناتو فيجا واحد من أفضل المواهب بالعالم بمركز قلب الدفاع. الظهير الأيمن راح يكون أكيد ماركوس يورنتي، والظهير الأيسر صفقة أتلتيكو مدريد الجديدة أيضا الإيطالي روجيري. بخط الوسط المحاور راح يكونوا بابلو باريوس الاسباني، وبجانبه جوني كاردوسو صفقة اتلتيكو مدريد الجديدة القادم من بيتيس، امريكي وجدا لعيب بصراحة. اتوقع هذه الثنائية تسحر العالم بالموسم القادم. شوفوا قوة اجنحة اتلتيكو مدريد، تعاقدوا مع اليكس بينا واحد من افضل صناع اللعب بالعالم، والخطير الارجنتيني المادا ايضا بيمتلكوا سيميوني، وناويين يتعاقدوا مع انتوني، ولكن الاحق بالاساسية برايي الاسباني اليكس بينا باليسار وسيميوني باليمين، لاعب مجتهد ومظلوم اعلاميا. وممكن اليكس بينا يلعب كصانع لعب والمادا يلعب كجناح، ولكن برايي اتلتيكو لازم يلعبوا بمهاجمين، واحد من افضل لاعبي العالم بالوقت الحالي اكيد الفاريز، وبجانبه سورلوث. فانتم متخيلين سورلوث وهو اصلا لاعب دكه، كان ثالث هدافين ليغا وهداف اتلتيكو مدريد، لازم يبدا اساسي. قبل فتره قصيره سيميوني كان عم بيقول بانه فريقه ضعيف والاداره ما بتجيب له صفقات، ولكن الان ما عنده اي حجه. حرفيا اتلتيكو عم بيسوي سوق انتقالات تاريخي، واصبح فريقه متكامل قادر ينافس فيه سواء باسبانيا او اوروبا.